السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده المافن كيك. هنعمله بطريقه بسيطه جدا، ابسط مما تتخيليها، وهقولك الفرق بينه وبين الكب كيك. حاجه غنيه كده ولذيذه وسريعه، هتقومي حالا تعمليه، مش بياخد دقيقتين منك وانتي بتعمليه. مش هنستخدم بقى لا مضرب كهربائي ولا خلاط، هنعمله كده كله بالمضرب اليدوي. تحفه للناس بقى اللي بتحب تعمل الحاجات السريعه كده وبتحب الشوكولاتات، مش هياخد وقت منك خالص، وطعمه غني وحلو جدا. يلا كده نسمي الله ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. في بولة كده او في طبق عميق، وهننزل بكوبايه وربع من الحليب. وطبعا المقادير كلها بتاعت اي كيكه لازم تكون بدرجه حراره المطبخ، ما تكونش خارجه من التلاجة. هنضيف عليهم كده حبايتين من البيض، رشه فانيليا كده، ومعلقه من الخل عشان اخلص من زفره البيض تماما. عليهم نص كوبايه من الزيت، ولو حابه تستخدمي نص كوبايه من الزيت على زبده. تمام. هننزل عليهم بكوبايه من السكر، وكده يبقى كده خلصت خليط السوائل. هنخلط المكونات كلها كده مع بعض دقيقتين كده. اول ما تحسي ان السكر بتاعك ده بيبقى كده خليط السوائل بتاعك جاهز ان احنا نشتغل بيه. تمام. اسهل الوصفة، اسهل مما تتخيليها. في بولة كده تانية هننزل بكوبايتين من الدقيق، عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام. وطبعا نوع الكاكاو بيفرق جدا في المافن كيك. عليهم معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، رشة ملح صغيرة عشان تظبط الطعم. وهنقلب كده المواد الجافة كلها مع بعض، وهننخلهم بقى على السوائل. اظن مفيش اسهل ولا اسرع من كده وصفه، هتقومي تعمليها مش هتاخد منك دقيقتين وانتي بتعمليها. تحفه جدا وسهله جدا. اتمنى بجد ان انتوا تضغطوا لايك وتكملوا معايا كده الوصفه للاخر عشان نشوف المافن كيك وجماله وحلاوته. وهنخلط بقى كده المواد كلها مع بعض كده، يبقى كده خلصنا الوصفه. اظن مفيش اسهل من كده. وعندي هنا حوالي نص كوبايه كده من الشوكليت شيبس، وهنا دي اختياري، حابه تضيفيها مش حابه اختياري. تمام. وهنخلطها كده مع الخليط، وهننزل بيه كده في دورق بيسهل جدا ان انتي تصبيه في الكبات بتاعه الكب كيك. وهقولك لو مش متوفر عندك الصينيه بتاعه الكب كيك ده هنشتغل في ايه. وهننزل بقى هنحط ورق الكب كيك كده، وهننزل وهتحطي الخليط حوالي تلتين كده الورقه. تمام. نراعي ان الخليط بيعلى معانا لسه في الفرن مع التسويه. وطبعا الفرن بتاعك لازم يكون شغال دلوقتي، يعني اول ما تبداي عمايل الكيكه كده هتسخني الفرن. وتفضل عندي بقى وتبقى عندي شويه دولت كده مسحت القلبين دولت، الفخار بيطلع تحفه جدا. وهتنزلي بقى كده باقي الخليط بتاعك، ما شاء الله بياخد حوالي كده ربع ساعه في الفرن على الرف اللي في النص. وكده يبقى الكيكه بتاعتنا جاهزه. اتمنى تجربوها، واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم.